فاتت دي. بص، دي مش كورة، تمزيك، تفضيحة، كارثة بالنسبة لهانز فليك اللي حصل النهاردة. كارثة بالنسبة لهانز فليك. قول زي ما تقول تقول الراجل دي لو عاش، الراجل ده هيروح الانعاش لو عاش. فوز بعد عقود الصقر لاتلتيكو مدريد من برشلونة 4-0 في شوط اولاني. عملوا كل حاجة في الكورة، ضغط، خلق فرص، كل حاجة عملوها في الشوط الاولاني. ما رجعوش، جابوا جون، جابوا التاني. المفروض يرجع بقى انه يقفل الدفاع، لا مفيش الكلام من ده. ضغط 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 ضغط، شوط اول عالمي من اتلتيكو مدريد. دي المثاليه اللي كان عاوز يوصل لها. سيميوني عمل كل حاجه، سيطره وهيمنه واستحواذ على لعيبه برشلونه كلها، خنق المساحات، حجم يامال. مفيش فرصه على اتلتيكو مدريد في الشوط الاولاني. انهيار كامل لبرشلونه من اول المدرب، حارس مرمى، خط الدفاع اللي في المهلبيه. سيطرة وهيمنة واستحواذ وعملوا كل حاجة في الكورة. سيميوني دي كان يوم الصقر بالنسبة له، جه ياخد بطاره. يعني ما حصلتش ولا كانت هتحصل ان اتلتيكو مدريد وسيميوني يكسبوا برشلونة 4-0، ولا هتحصل تاني. اللي حصل النهارده كانت كارثه بجميع مراحل اللعب البرشلوني. سيطره وهيمنه واستحواذ. اتلتيكو مدريد اللي نزلت الشوط الاولاني عامله ضغط اول 15 دقيقه على برشلونه، خانقه برشلونه، قدرت تسجل جونين. اللي يعرف اتلتيكو مدريد يعرف انه هيرجع في التوقيت ده. لا، ما رجعوش، تكملوا الضغط لغايه نهايه المباراه. استغلال بقى ان الاثنين الاجنحه اللي عنده، استغلال بقى ان الدفاع بتاع برشلونه، وبالذات ان ضغط برشلونه ما كانش نافع اصلا خالص. كان بيطلعوا من الضغط، فكان بيضربوا بقى خط الدفاع المتقدم بتاع برشلونه طول الشوط الاولاني. الاربع اجوان صوره واحده، الاربع اجوان بتوع اتلتيكو مدريد صوره واحده، بنفس كل حاجه. بيكسروا الاوفسايد، بيروحوا بجوان، بيعملوا تيكي تاك، مقطعين برشلونه. النهارده بقى كوندي دي ما كانش موجود. النهارده لوكمان لعب عليه ماتش عالمي. النهارده مساحات ورا الاثنين الباكات اللي موجوده في برشلونه ما كانوش موجودين. النهارده ارفيريز كان بيبدا الضغط من عنده، لاعب هداف، بيجيب جون، بيلسوع برشلونه، لاعب خطير، بيعمل كل حاجه في الكره. النهارده جريزمان، متفرج على جريزمان، عارف امتى بقى ان يزود الريتم ويقلل الريتم ويلعب كره ومش عارف ايه. النهارده ماتش كبير من اتلتيكو مدريد على جميع الاصعده، جميع الاصعده. قول زي ما تقول تقول، قول الكمال الكروي اللي وصل له اتلتيكو مدريد النهارده جريزمان عارف امتى يهدي اللعب، امتى يسرع اللعب، امتى يجيب جول، امتى يعمل اسيست. النهارده ده اللي كان بيفتقده بقى برشلونه. لاعب في نص الملعب، اللاعب اللي يطلعك تحت ضغط، اللاعب اللي كان اتلتيكو مدريد عامله ضغط طول المباراه مش عارفه تطلع بالكره برشلونه. مين اللي كان بيطلع بقى في الحاله ديت؟ بدري، الجوهره بتاع برشلونه، ما كانش موجود النهارده. هو اللي كان فارق، هو وطبعا رافينيا النجاعه كلها اللي تحول مع فليك، اللي بيطلع نار، بيطلع نار بمعنى كلمه بيطلع نار. النهارده برشلونه افتقد بدري في نص الملعب، اللاعب المتكامل اللي كان هيطلع برشلونه من تحت ضغط. مش هنقول بقى ان هو بس سبب الخساره، لا، سبب الخساره كمان هانز فليك وعناد واللعب الدفاع المتقدم، رغم ان كان بيتكسر ودي سبب الاجوان. عناده ان الدفاع يكون متقدم، عناده ان هو ما يرجعش ومستمر في الضغط وفي محاولة انه يجيب جول. لا، لما يجي في الجونين في اول 10 دقايق لازم ترجع، لازم تظبط اوراقك، لازم تهدى، مش لازم تعمل ضغط عالي، مش لازم يخش في الجون واثنين وثلاثة واربعة. لا، 48 دقيقة الاجوان بتخش في برشلونة وهانز فليك بيتفرج زيكم ولا كأن في حاجة. اتلتيكو مدريد النهارده بتلعب من ورا الباكين وهو قاعد يتفرج زينا، ولا تغيير ولا اي حاجه. النهارده كوبارس فضيحه، النهارده جارسيا فضيحه، خط الدفاع بيلعبوا على ما تفهمش. النهارده حارس المرمى جارسيا فضيحه، الاثنين الباكات والاثنين الاجنحه. النهارده يامال مش موجود. النهارده بقى نفتقد ليامال اللي بيحل كل حاجه، اللي بيعمل كل حاجه في الكوره. النهارده يامال مش موجود، قاعد بس يعيط. سيميوني العبقري بقى اللي استغل نقاط الضعف بتاع برشلونه، اللي هو الضغط العالي اللي هم بيعملوه، وان مش موجود بدري في نص الملعب اللي هيطلعهم بالكوره. كل دوت استغلوا صح. سيميوني النهارده سايب لهم الاستحواذ وبيعمل بقى ده البتاع المضاد، الضغط المضاد، انه يلعب الكوره مباشر على طول، انه يجيب جون، يسجل. النهارده اللعيبه بتاعته كلها فايقه، النهارده لوكمان دي يعني تحط برواز، لاعب متكامل، لعب 3 ماتشات، عامل 2 اسيست وجايب
وجايب جونين، لاعب بيعمل كل حاجه في الكوره. النهارده لعب على برشلونه واكل عيش على برشلونه واستمتعنا بيه. النهارده عارف يحرك الفرقه بتاعته زي الشطرنج. النهارده خانق برشلونه في 15، يعني في 15 متر ضغط، كل اللعيبه قريبه من بعض، مش سايب مساحات خالص ان برشلونه تلعب كوره ولا تطلع بالكوره ولا اي حاجه. النهارده بيعمل كل حاجه استغلال، حتى الفيريز انه يضغط وانه يغلق يعني اللعب بتاع الحارس وان هو يوجه اللعب لمكان معين. النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره. النهارده الهدوء بعد المباراه، النهارده بيقول لك انا ما كسبتش لسه، ممكن برشلونه تعمل رومنتادا. كل حاجه هدوء، اللعيبه عارفه ان في ماتش لسه عوده وان هيكون على ارض برشلونه، وان برشلونه كان ممكن ترجع اصلا في المباراه لولا الحاجات التحكيميه. بس يعني نادي النهارده هانز فليك تحط تحته 100 خط، 100 خط. قلنا مليون مره ان خط الدفاع دوت ممكن يتضرب. اي حد بيعرف يوصل لحل انه يضرب خط الدفاع. ان مصيدة السلام النهارده ما كانتش نافعه، انه قاعد يتفرج على الماتش زيه زينا. عناده انه يعمل ضغط عالي من قدام، كل دي مشاكل في برشلونه. النهارده الف مبروك لاتلتيكو مدريد، سيطره وهيمنه واستحواذ وكل حاجه عملوها صح. اللي يعرف اتلتيكو مدريد بعد ما بيجيب جونين ان هو هيرجع لورا، النهارده غير الفكره ديت خالص 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 خالص.